انا عرفت ان مصر هتلاعب الارجنتين، والحقيقه انا جيت عشان اسالك عن التفاصيل. الماتش يوم الثلاث الساعه 7، اللي هيكسب هيصعد ربع النهائي، ده اللي انا اعرفه. استاذ دييجو، انت بتشجع مين بالظبط؟ كابتن دييجو. هكون بشجع مين؟ ارجنتينا. وكمان دمك خفيف. انا اقصد ازاي يعني انت مصري وبتشجع الارجنتين؟ عشان ميسي. بشجع ارجنتينا عشان ميسي. البسوا البسوا البسوا. بس انت بقى جاي تسالني عن ميعاد الماتش ولا جاي تسالني عن ميسي والارجنتين؟ كابتن دييجو انا انت تيجي تسالني عن ميعاد الماتش فانا اقول لك ميعاد الماتش، بعد كده تسالني انت بتشجع مين عشان تكتشف ان انا بشجع ارجنتينا ضد مصر. مصر اللي انت ما اتكلمتش عنها على قد ما اتكلمت عن ميسي. يا كابتن دييجو انا طريقتك بايخه وكلامك بايخ وشكلك اساسا لسه مشجع كوره من يومين لما كاس العالم بدا. تعرف ايه انت عن حب الميسي؟ تعرف ايه عن اللي عديت بيه انا وميسي؟ انت بتبص لي على اساس ان انا واحد بتعالج ومحتاج اولوز، مش واحد بيشجع كوره. اتفضل اطلع بامو. في ايه يا دييجو؟ كويس انك جيت يا ميسي. تعال شوف ماما وتصرفاتها، جايبه لي مشجع مصري يعالجني. هي امك كده ما بتجيش دغري ابدا. حتى الراجل اللي جايباه عشان يعالجك يبتدي علاجه بانه يديك اولوز. يعالجني ويديني اولوز ايه يا ميسي؟ هو انا انت جايبه لي حد يقنعني ان انا اشجع مصر ضد ميسي؟ انا بشجع ميسي عشان انا بحب ميسي، مش عشان ما عنديش انتماء. كفايه بقى يا دييجو يا حبيبي، سيب ميسي في حاله بقى. انا بساله مش هيرد عليك يا حبيبي. ميسي مش هيرد عليه. ليه مش هيرد؟ لانه ما يعرفكش. ميسي ما بيحبكش يا حبيبي، ما يعرفكش. قول لها تسكت. مش هسكت. لا مش هسكت، قلت لك مش هسكت. مش اسكتي بقى. مش هسكت. انت اللي ما بتردش. ميسي ما بيحبكش. انكر يا ميسي. بامو.